تعالى النهاردة نتكلم عن كتاب تحدث أمام الجميع بجاذبية. الكتاب ده جواه 13 فصل بيتكلموا عن ازاي ان احنا لما نكون بنتكلم مع حد شفناه لأول مرة ان احنا نتكلم معاه عادي وبمنتهى الارتجال، ونحاول نكون لطيفين على قد الأساس. أول فصل بيتكلم عن ان احنا لما نروح نقابل حد جديد ان احنا نعتمد ان احنا هنشوف الدنيا هتمشي ازاي، هنتكلم ازاي، مش هنحضر حاجة، مش هنقرر هنقول ايه، مش هنقرر هنفتح مواضيع ايه. وشبهه بحاجة جميلة قوي، قال زي ما انت كده بتكون مش عارف ميعاد وفين البرق هيضرب، ولا عارف الميعاد بتاعه هيضرب امتى، ولا عارف فين البرق هيضرب امتى. بمعنى اصح بتمشي مع الموجة. تاني حاجة بقى بيتكلم عليها ان احنا لما نيجي نتكلم مع حد وبنتكلم في موضوع عموما ان احنا نقول تمام صح ونضيف عليه رأينا. ده مش معناه ان احنا بنلغي شخصيتنا، بالعكس ده معناه ان احنا بنصدق على الكلام اللي الشخص اللي قدامنا بيقوله لنا، بل بالعكس بنضيف عليه كمان وجهة نظرنا. ده مش معناه خالص ان احنا بنلغي شخصيتنا. تالت حاجة بيتكلم عنها ان احنا نحاول نقرا الناس، ان احنا نشوف الناس دي عاملة ازاي. وقال لنا كده شوية حاجات تشبه حاجات لغة الجسد كده. قال لنا لما الشخص اللي قدامنا يبقى حاطط ايديه على خده كده، معنى كده ان هو خلاص زهق من الحوار ده ومش عايز يكمل فيه. قال لنا برضو لو احنا بنتكلم مع شخص وواقفين، يعني احنا الاتنين واقفين قصاد بعض، لو لقينا رجليه اتجاهها عكس اتجاهنا، ده معناه ان الشخص ده زهق وخلاص عايز يمشي وما يكملش الحوار. تالت حاجة قالها لنا لو الشخص ده عيني بيبص في حتت غير اللي احنا غير علينا، يعني ما بيبصش علينا، احنا بنبص في حتت بعيدة، ده معناها ان الشخص ده حس بالملل وعايز يغير الموضوع. قال لنا برضو ازاي نعرف ان اللي قدامنا ده ابتسامته حقيقية ولا لا. قال لنا عن طريق مدى وسعها، يعني انا لو اللي قدامي بيبتسم من الودن دي للودن دي، معنى كده ان هو مبسوط جدا بالموضوع ده. طب لو ابتسامته عاديه، معنى كده ان هو نص نص بيحاول يجاملني بمعنى اصح. وبيقول لنا كمان على حاجه دي انا بعتبرها من الذوق، ان احنا لو كلمنا شخص والشخص ده قطعناه او كان بيتكلم في موضوع وقطعناه، ان احنا من الذوق ان احنا نرجع تاني للموضوع اللي هو كان بيتكلم فيه ونشوف هو كان حابب يقول ايه. وإن إحنا كمان لو الشخص اللي قصادنا ده عمال يجيب في سيرة موضوع معين وكل شوية عمال يروح ويجي عليه، معنى كده إن الشخص ده الموضوع ده مهم قوي بالنسبة له، واخد حيز كبير قوي من تفكيره. فمعنى كده إن إحنا نحاول نفتح الموضوع معاه ونشوف لو في مشكلة نحلها، لو في حاجة نظبطها. كلنا كمان الشخص ده لو قطع كلامنا وفضل يرجع للموضوع اللي هو كان بيتكلم فيه، فبرضه معنى كده إن الموضوع ده مهم بالنسبة له قوي، وإن إحنا ناخد بالنا. ويقول لنا كمان حاجة لطيفة قوي، يعني إن إحنا لو بنتكلم مع حد والشخص ده بيتكلم عن موضوع الموضوع ده محتاج ضحك او مواساة او حزن، ان احنا نتفاعل معاه، مش ان احنا كده حلو زي وحش زي اي حاجه، لا، نحس اللي قدامنا ان احنا مهتمين بالكلام. رابع حاجه بيقولها لنا بقى ان احنا لما نيجي نسال اللي قدامنا عن حاجه ان احنا نكون محددين، يعني بلاش المواضيع العامه، بلاش نفتح موضوع او نسال عن حاجه اجابتها اللي قدامنا يبقى مش عارف يرد بكلمه بجمله بايه. لا، نكون محددين علشان خاطر اللي قدامنا يعرف يرد علينا بطريقه كويسة، ما يحسسناش ان احنا بنتطفل عليه بمعنى اصح. خامس حاجة بقى بيقول لنا التفاصيل، ان احنا لما نيجي نحكي لحد حاجة ان احنا نحكيها له بالتفصيل او بالتفاصيل اللي احنا عايزين نعرفها للي قصادنا، علشان اللي قدامنا ما يفضلش يسأل كل شوية عن حاجات معينة فيحس ان هو بيتطفل علينا فيتضايق، فينهي الموضوع بقى وما يتكررش انه يتكلم فيه خالص. سادس حاجة بقى ودي مهمة، ان مثلا لو حد بيتكلم معايا في موضوع ويسألني عن رأيي، حتى لو انا مش عاجبني الموضوع او بمعنى صح مش موافق عليه، ان انا ما اقولوش كلمة لا، لان لا دي كفيلة انها هتقفل اللي قدامي من الدنيا خالص وانه ما يكملش الموضوع. انا ممكن ارد عليه بطريقه لطيفه جدا ان الموضوع ده مش احسن حاجه انه يبقى كده، ان الموضوع ده مش عاجبني، ان في حل تاني، علشان خاطر اللي قدامنا ما يتحرجش كمان. حاجه ان احنا بقى لما نيجي نفتح موضوع ما نفضلش نلف وندور حوالين نفس النقطه، نحاول نشوف النقطه اللي بنتكلم فيها ونشوف فروعها ايه، علشان احنا لو فضلنا اتكلمنا في نفس النقطه هنيجي في الاخر والنقطه دي هتنتهي ومش هنلاقي حاجه نفتحها، فهيبقى الموضوع هيقلب بملل وسكوت، مش هنعرف نفتح حاجه بعد كده. تامن حاجة بقى إن إحنا نحاول نتعامل على طبيعتنا، يعني إحنا لو طريقتنا كوميدية نتعامل بالطريقة دي عادي، بلاش نكون متحفظين فاللي قدامنا يتحرج ويحس إن إحنا مصطنعين، لا بالعكس نتكلم على طبيعتنا. تاسع حاجة بقى ده تمرين جميل قوي، بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن إحنا نتعلم نفكر بسرعة ونرد بسرعة. طب إزاي؟ إن إحنا ننقي برنامج بنحبه ونختار شخصية تكون الشخصية دي شخصيتنا، ونحاول نجيبه على حاجة إن إحنا يوتيوب بقى أو كده ونوقفه. خلاص اخترنا الشخصية، حد وجه للشخصية دي كلام فاحنا هنوقف واحنا نرد ونشوف الرد بتاع الشخصية دي كان هيكون ايه، يا ترى شبه الرد بتاعنا، يا ترى الشخصية كان عندها رد احسن ولا لا. وقال لنا على تمرين تاني برضو لذيذ قوي، ان احنا ننقي كلمة
ونجيب عليها كلمة على وزنها، والكلمة نجيب عليها كلمة على وزنها، وبعد كده نجيب كلمة على وزنها. فده هيخلينا نفكر بسرعة، وإن إحنا كمان نتكلم بسرعة. عاشر حاجة بقى إن إحنا لما نكون رايحين نشوف حد، إن إحنا نتوقع إن إحنا هنكون بنتكلم من 75% من الحوار، وإن هو هيتكلم من 25% من الحوار. بمعنى إن أنا ما اعتمدش إن أنا هروح أسكت، وإن أنا هرد على الأسئلة اللي هتتجاوب لي وبس. لا بالعكس، أنا هفتح مواضيع واللي قدامي هيفتح مواضيع، ممكن اللي قدامي يكون هو الشخص اللي بيتحرج، فأنا اللي هفتح المواضيع الأكتر. فعشان كده أتوقع إن أنا أكون الشخص اللي هيفتح 75% من الحوار. رقم 11 بقى إن إحنا مثلا اتكلمنا في أول الكلام عن موضوع، ورجعنا اتكلمنا في مواضيع تانية، وبعد كده اتكلمنا في مواضيع تالتة. احاول اربط المواضيع كلها ببعض علشان اخرج بموضوع بقى كبير. اي نعم انا حاسه ان دي اوفر قوي، بس هي ممكن تكون لطيفه. يعني ممكن نربط موضوع من الاولاني بموضوع من التالت كده، علشان خاطر ايه؟ يبقى اللي قدامنا حاسس ان احنا مركزين مع كلامه، مش ان احنا بنتكلم وخلاص. الحاجة بقى رقم ال 12 أو الفصل ال 12 بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم إن في ناس ما بتركزش مع اللي أنت بتقوله، وده مش معناه خالص إن هي مش مهتمية باللي أنت بتقوله، بل بالعكس هي مهتمية، بس هي ممكن تكون في حاجة في دماغها عمالة تفكر فيها، مش قادرة تفكر في غيرها. فعلشان كده هي مش مدية لكلامك التركيز ال100%، بمعنى أصح مدية الموضوع اللي في دماغها التركيز الأكتر. فده ما يزعلكش. الحاجة الأخيرة بقى، الفصل الأخير بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم إن إحنا لو خلاص خلصنا المواضيع اللي عندنا وسكتنا ولسه قاعدين، إن إحنا نستخدم طريقة HBM. يعني ايه طريقة ال HBM؟ يعني بيتكلم في تاريخ، فلسفة، استعارة. هبسطها لكم ازاي. ان احنا ننقي الاول الفلسفة. تعالوا نتكلم من ناحية الفلسفة. ان احنا ننقي موضوع نتكلم فيه، ونشوف طريقتنا او تفكيرنا الفلسفي فيها ايه، انا واللي قدامي. تمام. الحاجة التانية التاريخ. ان انا انقي برضو موضوع واشوف تاريخي معاه ايه. يعني مره مثلا نتكلم عن ركوب العجل، ان انا وانا صغيره كنت بركب عجل، طب انا وقعت مره من على عجله، واشوف برضو اللي قدامي تاريخه مع الموضوع ده ايه. اخر حاجه بقى الاستعاره. ان انا اشبه الموضوع ده بحاجه معينه، ان انا اشوف موضوع واشبهه بحاجه معينه. هو بصراحة الكتاب حلو ولذيذ، وفيه حاجات كتيرة قوي تنفع وفيه حاجات كتيرة ما تنفعش، بس هو قراءته ممتعة جدا، وانا رشحه ان انتوا تقروه، علشان خاطر الناس اللي بتتكسف تتكلم، اللي بتتكسف لما تكون هتشوف ناس لأول مرة انها هتفتح مواضيع ايه، انها هتتكلم ازاي. فعموما اقروه.